صباح الفل عليكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده احنا في المتحف المصري الجديد. هاخدكم جوله نتفرج على المتحف من جوه بعد تقريبا ما كمل وقرب ان هم يفتتحوه. بقى شكله عامل ازاي؟ هم ما فتحوش المتحف كله، بس هو تم الافتتاح تقريبا في شهر نوفمبر 2023، فتقريبا كمان 5 شهور. هنتفرج على الجزء اللي هو فاتحينه وافرجكم على جمال وحلاوه المتحف. بس ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو ان انتوا بعد ما تخلصوا فرجه تعملوا شير للفيديو، لان دوت هيفرج العالم كله على جمال وحلاوه مصر. يلا بينا. احنا دلوقتي هنخش المتحف نتفرج عليه من جوه شكله عامل ازاي. فكرة ان انت اول ما بتخش بتلاقي عاملين الباب او المدخل بتاعه على شكل هرمي، الصراحه منظر وهمي. غير كمان ان هم عاملين على الجدران كاتبين بالكتابه الهيروغليفيه. المتحف لسه ما خلصش، احنا هنخش الحته اللي هو هم فاتحين بس جزء من المتحف. باقي المتحف لسه هيتفتح في 2023، بس في اخر 2023 هم اعلنوا ان هو هيبقى الافتتاح في نوفمبر. اول ما بتخش بتلاقي تمثال رمسيس في وشك على طول، ده تمثال رمسيس الثاني. المبهره جدا واللي عاملينها جديده في المتحف ان هم عاملين فتحه بتدخل الشمس زي ما انتم شايفين كده. دي الفتحه بيدخل منها الشمس، تخش عموديه على تمثال رمسيس الثاني، تنزل في وقت معين من اليوم، تنزل عموديه على وش رمسيس الثاني بتنور التمثال. فالموضوع ده مبهر جدا يا جماعه. المكان حرفيا يا جماعه من جوه وهمي. المتحف متعوب فيه جدا. هو ده الشمس كتاج بيعبر عن الاله رع اله الشمس، والريشتين بيعبروا عن الالهه معط الهه العداله. كمان احنا عرفنا ازاي برضو انها بنت، معناها بنت الملك. هلخبطكم شويه، اقول لكم العلامه اللي تحتيها اللي هي الطبق والنص دايرتين والبلانت دي اسمها حمة نسوت، يعني سيده الملك. فاحنا فعلا كنا متلخبطين قوي، يعني هي مراتك ولا بنتك؟ فضلنا نعمل ستاديز وفهمنا انها لا هي بنته مش مراته. هو ديفايند او عرف الاول انها بنته، ده غير انها موجوده في الجزء اللي تحت. طب ليه كاتب سيده الملك؟ ولو عايزين نعرف فين اسم الحرف بتاعه. الحاجات المبهره في تمثال رمسيس الثاني ان في لقوا في ظهر التمثال في رسمه لسيده. فهم ما كانوش عارفين الست اللي ورا موجوده في التمثال ديت، لان مش اي ملك بيعمل الحركه دي. فكانوا مستغربين هل ديت مراته ولا بنته. استنى افرجكم على شكلها عامل ازاي. فكانوا مستغربين دي مراته ولا بنته. بعد كده لقوا ان مكتوب على التمثال سيده الملك، وبعد كده قعدوا يقروا في الحروف اللي موجوده على التمثال من ورا، واكتشفوا بعد كده ان هي بنته. وهو تقريبا اتجوز اكتر من 100 مره. بيقولوا ان رمسيس الثاني اتجوز اكتر من 100 مره، وديت كانت البنت المفضله ليه من اولاده. فعشان كده رسمها هنا او محفوره في ظهر التمثال بنت رمسيس الثاني، وكاتبين عليها سيده الملك. وديت الحروف المكتوبه اللي عرفوا من خلالها ان هي بنته مش مراته. المتحف ده يعتبر اكبر متحف اثري في العالم، بس هم عاملين فيه حاجات مختلفه كمان. غير ان هو هيبقى اثار، عاملين فيه حاجات مختلفه عن باقي المتاحف الموجوده في مصر. ان هم عاملين جزء كوميرشال، فيه كافيهات وفيه زي فود كورت ان انت تقدر تقعد وتريح فيها لو انت تعبت من اللف في المتحف. فود كورت عندك هنا مطاعم كتير جدا مشهوره، مطاعم مصريه كمان، عاملين براندات مصريه اللي بتقدم اكل مصري. الموضوع ده حلو جدا ان انت اثناء ما انت في المتحف بتلف او تعبت او قررت تريح ان انت تلاقي حته تقعد فيها. لان الكلام ده ما كانش موجود في المتاحف المصريه اللي قبل القديمه واللي قبل كده.
دلوقتي هنخش نفطر بقى فطار مصري في زوبه. معظم المحلات اللي هنا كلها مصريه ما عدا محلين بس، ستاربكس ومحل تاني مش فاكر اسمه. هنخش نفطر فطار مصري، ودي من الحاجات الحلوه جدا ان هم عاملين هنا فطار مصري. ده عيش مصري اصيل ها. عاملين هنا بيخبزوا عيش مصري، وبيخبزوا هنا فطير عشان الاجانب والسياح لما يجوا هنا يجربوا التجربه المصريه الاصيله بقى، يجي يجرب عيش وبتاع. نفطر هنا في المتحف. هنا في محل اسمه زوبا، الناس اللي مش عارفاه دوت محل بيعمل اكل مصري، وصراحه هي الناس ان هي اختارت تحط محل بيعمل اكل مصري جوه المتحف، لان هنا كمان بيخبزوا عيش وفطير، عندهم فرن جوه بيخبزوا فيه العيش والفطير، فبيطلع هنا للسايح يجرب الاكل المصري، فهتبقى اكسبيرينس كامله. يعني انت بتيجي المتحف هنا مش بس انك بتزور اثار، لا انت بقى في اكسبيرينس كامله لليوم كله. يعني لك في براد عامل كده بالنعناع، بيحط لك السكر زي ما انت شايف. هنا بيض بالبسطرمه وطبق بصاره، وده العيش بقى هنا بيخبزوه هنا في المكان، وهنا بيديك عيش كمان مقرمش. مع كده وصلنا لاخر الفيديو. النهارده كانت جولتنا داخل اكبر متحف اثري في العالم، متحف المصري الكبير اللي هيتفتح في شهر نوفمبر. ما تنسوش تدعموني وتدعموا مصر بشير للفيديو، وكمان تعملوا لايك واشتراك للقناه، وتابعوني على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.